بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا طلابي طالباتي للصف الثالث المتوسط. محاضرتنا اليوم هي أساسيات زائد بداية الفصل الأول اللي هو يتضمن العلاقات، ترتيب العمليات في الأعداد الحقيقية، أو هو أساسا اسم الفصل الأول هو العلاقات والمتباينات في الأعداد الحقيقية. قبل ما نبدأ الفصل الأول عندنا مجموعة أساسيات بسيطة نحتاجها بهذا الفصل. هنحاول يعني فقط الأشياء الأساسية المهمة نذكرها بهاي المحاضرة. نحتاج نعرف، وهذا من الشيء المهم الأساسي، إنه موجب في موجب، موجب في موجب، يعطيني موجب، سالب في سالب سالب، موجب في سالب سالب، سالب في موجب سالب، حتى نحفظهن وما ننتهيهن. شلون؟ المتشابهين يا هم، انتبهوا، المتشابهين يا هم موجب وموجب، شو الثاني؟ موجب. متشابهين موجب، مختلفين طبعا موجب، مختلفين سالب، مختلفين سالب، موجب بموجب موجب، سالب بسالب موجب، موجب بسالب سالب، سالب في موجب سالب، مختلفين مو مختلفين سالب، مختلفين سالب، متشابهين موجب. اوكي، احنا المحاضرة يعني ما نذكر كل الاساسيات بالتفصيل، اكو اساسيات يعني تاخذ عندنا وقت، فكل محاضرة اذا نحتاج منها قبل ان نبديها نحتاج بها اساسيات نذكرها، وان شاء الله كل شيء بالكتاب ينشرح بالتفصيل، سواء كانوا متميزين. طبعا محاضرات المتميزين راح نميزها اللي هم متميزين، لا مو شيء اللي هم متميزين صح، بس المنهج مالهم بالانجليزي راح اشرحه ان شاء الله بالتفصيل. هم محاضراتهم خاصة بهم، والعادي هم يعني محاضراتهم خاصة بهم. نبدي بالأمثلة، تمارين، تأكد فيما كل التمارين نشرحها، فكر وتأكد واكتب كل الفقرات حتى الكلامية نشرحها، ونهاية الفصل والنهاية اللي بالكتاب اللي باللون الأخضر صايرات قسم بنهاية الكتاب باللون الأخضر، كل شيء راح ينشرح بالتفصيل، المنهج كله راح ينشرح. فإن شاء الله نحاول هاي الفترة يعني نغطي المنهج كليته. للسنة الجاية طبعا هذا التصوير راح يكون للدفعة 26-27، هذا التصوير راح يكون لدفعة 26 و27 إن شاء الله. زين يعني فهسه احنا احتاجين نوضح لكم هاي الاشياء اللي انتم ماخذينها بالاول وبالثاني. ضرب الاشارات، حتى قسمة الاشارات متشابهة طلاب، حتى قسمة الاشارات متشابهة. يعني نقول موجب تقسيم موجب يعطيني هم موجب، سالب تقسيم سالب يعطيني موجب، موجب تقسيم سالب سالب، سالب تقسيم موجب سالب. زين هاي بالنسبة لقسمة ضرب الإشارات. زين والعمليات عليها، يعني شنو العمليات اللي عليها نذني على الضرب والقسمة وحتى على الجمع؟ شوف العمليات هنحاول ناخذ الأمثلة المهمة. مثلا عندي ما ابتدائية، مثلا 5 زائد 6 شو يساوي؟ سالب 5 زائد 5. زين 7 ناقص 2. زين وسالب 2 ناقص 2. اوكي، هنا ايش عندي؟ انتبهوا، هنا انا باوع مو مثل قبل كنا نجمع جمع عادي طرح عادي، لا مو على اشارات. على شنو اشارته؟ موجب. طبعا طلاب اي عدد ما له اشاره اشارته موجب. زين وهذا شنو اشارته؟ موجب.
الإشارات إذا متشابهة تنزل. طبعا هنا موجب ما ينزل، بس أنا ننزل على التوضيح ونجمع. شنو ملاحظة؟ الإشارات متشابهة ننزلها ونجمع. 5 و6 11. هنا مختلفين، الإشارات مختلفين، ناخذ إشارة الأكبر ثم نطرح. زي مين الأكبر؟ هو نفس الشيء 5 و5، فشنو الناتج؟ 0. هنا شنو إشارته؟ موجب. شبيهن؟ مختلفات. شو نسوي؟ قلنا ناخذ إشارة الكبير ثم نطرح من الكبير. 7 إشارته موجب. طبعا بغض النظر عن الإشارة، إذا كان الإشارات مختلفة، يعني حسب مثلا خلينا نقول 2 ناقص 7، أنا أقول أستاذ موجب 2 أكبر، موجب 2 أكبر من 7. طبعا صحيح هو، بس هو مو هيك ينقاس، مو مستقيم على هذا. هنا ناخذ العدد، يعني ناخذ العدد بدون إشارة، يعني مثلا نضم هيك، نضم الإشارة وشوف يا أكبر 2 و7. طبعا 7 فتاخذ إشارته. زين. فهنا 7 ناقص 2 يطلع لي موجب 5. ليش؟ لأن إشارة الكبير موجبة. طبعا الموجبة مو إجبارية تخلوها حتى تعرفون، بس طبعا هنا مو قلنا إشارة متشابهة نجمع، هنا نفس الشيء، إشارة متشابهة نجمع. تنزل، قلنا الإشارة المتشابهة تنزل والنوبة نجمع. سموها طرح، لا بابا انتبه زين. سالب هاي تدري شنو أصلها؟ هاي سالب 2 زائد سالب 2، هي أصلها. بس هاي شلون صارت هيجي؟ أمثل لك إياها مثل السيارة. تبغى زين؟ شوف السيارة شبيهه تايرات اللي قدام، هذني هاي الاثنين احنا نعتبرها تاير اللي قدام، وهاي تايرات اللي برا، وهنا يقعد السائق. السيارة تمشي واندعمت، صار بيها القاعدين بالاخير ما صار بيهم شيء، نفرض يعني القاعدين بالاخير ما صار بيهم شيء، نزلوا. هذا السائق انقلب وتعذب، فصار شنو؟ صار سالب. وهذول التايرات اللي قدام هم انقلبوا وصاروا موجب. شوف شو راح يصير؟ هسه احنا انت برايك مو قلنا عدد اذا موجب اشارته نوخرها وهذا القوس ما داعي؟ زهره مو صار نفس هذا؟ شفت؟ فهذا اصله هاي التبسيط رجعت هالشكل. زين. هنا الحل راح يكون اشاره متشابه ثم نجمع، يعني 2 و2 4. اوكي. شوف هنا يعني هاي الاشياء تحتاجها، لان احنا اصلا بالجذور نحتاج نعرف الموجب والسالب وهاي الامور. هاي بالنسبه للاساسيات اللي اخذتوها، هذا الشيء ماخذيته بالاول متوسط وحتى بالاساس الابتدائي. زين. عندكم بعد هو اساسيات احنا ناخذها، بس احنا يعني مو كل شيء ننطي، نحاول يعني ايش نحتاج اساسيات نعطيها بالمحاضره. زين. نجيب الكتاب على الفصل الاول، اول صفحه، بدايه الفصل الاول اول صفحه. هاي شوف العلاقات والمتباينات في الاعداد الحقيقيه. هذا الفصل بين متكون من 4 دروس: ترتيب العمليات في الاعداد الحقيقيه، هذا الدرس الاول. الدرس الثاني تطبيقات، طبعا هم موضوع كلش حلو وسهل. الدرس الثالث المتباينات المركبه، موضوع سهل جدا وكلش حلو بيه، مواضيع امثله وتمارين حلوه. الدرس الرابع متباينات القيمه المطلقه، طبعا هو تكمله، هذا القيمه المطلقه هو تكمل الموضوع اللي قبله اللي هو المتباينات المركبه. بروح لبنهايه الصوره ايش مكتوب؟ مكتوب تتحرك موجه التسونامي في البحار العميقه بسرعه فائقه، لكنها حين تصل الى الشاطئ تزداد سرعتها تحت تاثير طاقتها الهائله وتضرب الشاطئ بقوه مخلفه دمار شامل. ويمكن حساب سرعه التسونامي بالقانون V يساوي تحت الجذر 9.6 دي.
انتبه زين، هذا القانون تحفظه. راح تقول استاذ ماكو اساتذه تذكر ان هذا الشيء او ماكو مدرس. لا حبيبي، الوزاره، وزاره التربيه علمت وانطتنا يعني كل المدرسين انه ما نخلي احنا مدرسين ما نخلي الطالب يعتمد فقط الاشياء اللي احنا شارحينها قبل. كتاب كله مطلوب، مثال، تمرين، اختبار قبلي. اكو مدرسين ما يشرحون اختبار قبلي، واكو مدرسين ما يشرحون نهايه الفصل تمارين وغيره وغيره. لا، كل شيء بالكتاب مطلوب من عندك. لا تقول وزاريات مرشحات ما ادري شنو، هاي السوالف يضحكون بها عليكم، يضحكون عليكم بها البيجات وغيره. اسئله وزاريات ومرشحات، طبعا مع احتراماتي للناس اللي تنطي وما تنشر حتى لا توقع وجه القباحه. ما يصير هيك. انت طالب ادرس الماده مطلوب من عندك، لان الوزاره مو تجي تمتحن وزاره هاي صعبه وهاي ما شنو سهله. لا ماكو شيء، لا صعبه سهله من الكتاب خلاص ما لك حقك نهائيا. ممكن بعض الامثله تغير بها التمارين، وممكن تجي نصا، بس اغلبها نصا. هسه احنا هاي السنين اللي راحت وخاصه هاي السنه 2025 26 لسه نصا جتي، ماكو تغييرات. فشو يقول هذا القانون؟ في يساوي 9.6 دي، حيث متى الفئة الثانية، حيث دي تمثل عمق الماء بالمتر. طبعا انتبه لهاي الكلمة، حيث دي تمثل عمق الماء بالمتر. راح نجي نشرح المثال هذا اللي هو أول مثال بالكتاب. شو يقول مثال واحد؟ جت سرعة التسونامي التقريبية إذا كان جت سرعة التسونامي التقريبية إذا كان عمق المياه 1000 متر. شو طلاب هنا؟ طبعا مثال سهل وتافه ما في شيء. شنو يعني جت سرعة التسونامي؟ يعني شو يريد؟ لما نجي نحل نكتب القانون اللي هو قلت لكم عليه حفظوه. القانون شو يقول؟ في يساوي تحت الجذر 9.6 دي. بس انتبه ايش قال لي هنا بالسؤال، اذا كان عمق المياه. وش قلت لك قبل شوي؟ يعني قلت لك بالقانون، قلت لك ايش قال لي بالنهايه؟ قايل لي انه اذا الدي يمثل عمق المياه. الدي شو يمثل؟ عمق المياه. فهنا ايش قال لي؟ سرعه التسونامي التقريبيه اذا كان تقريبيه يعني مو 100%، اذا كان عمق المياه 1000 متر. يعني شنو يعني عمق المياه؟ يعني شنو ناطيني؟ ناطيني الدي. اول شيء كتبت القانون، اوكي. الدي يساوي 1000. شو تسوي؟ هاي الدي تشيلها وتعوضها بالقانون. زين شو حيصير عندك؟ حيصير في يساوي تحت الجذر 9.6 في 1000. صار شنو هاي 9.6؟ طلب هذا ثابت جاهز، هذا 9.6 دي هذا جاهز. الالف هو يعطيك اياها يغيرها، ممكن 1000 ممكن 1000 1500 2000 1600 يعني ارقام متغيره. فالدي العمق مال المياه ممكن متغير. زين فايش تسوي؟ تضرب 9.6 في 1000. دائما ناخذها قاعده، هاي البوينت يروح ويا اي صفر من هذول الاصفار، تبقى عندك 100 في 96. فايش راح يصير؟ في يساوي تحت الجذر 9 6 صفرين. ليش؟ طلع 100 في 96 صفرين نزلا، 1 في 96 96. زين جذر 9600 طبعا انت ما تعرفه، فتجي تسوي تحلله. انا افضل تحلل، يعني احنا هو طبعا اللي يقول تقريبيه احنا نقدر طالب الحاسب، بس انا تقصدت انه اجي اقول لك حلله. شو تسوي؟ تاخذ القيمه اللي داخل الجذر. انت بالامتحان ما عندك شو اسمه، ما عندك حاسبه، فتجي تاخذ القيمه اللي تحت الجذر 9600 تحللها. بمن تبدي؟ طبعا الاحاد زوجي فتبدا بالاثنين. 9 كم 2 بها 4 كم يبقى؟ 1. 16 كم 2 بها 8 الصفرين نزلا. ليش؟ 0 كم 2 0 0 كم 2 0. زين هم على 2 4 كم 2 2 8 كم 2 4 صفرين نزلا على 2 2 كم 2 1 4 كم 2 2 صفرين نزلا على 2 6 0 0 على 2
3 0 0 على 2 1. 3 كم 2 1 جد يبقى 1 اخليه ب0 0 جد يصير 10 كم 2 5 صفر ينزل هذا 0 على 2 150 كم 2 يعني نص قد 75 ماكو غيرها. هنا بعمل تحل على 2 حتى على 3 يصير ممكن. خلينا نجي نشوف إذا على 2 يصير لا لين فرد فخلينا نجي على 3. 7 كم 3 بيش قد بيها 2 قد يبقى 1. 15 كم 3 بيها 5. هنا ما اقدر على 3 بعد على 5 ايش يصير على 5 قد بيه 5 على 5 1. هنا زين انا شو اسوي حتى طلع الجذر طبعا بشوف هو تربيعي هو جذر تربيعي فشو تسوي انت كل 2 متشابهين تاخذ 1 كل 2 متشابهين تاخذ 1 كل 2 متشابهين انتبه زين قلت متشابهين ايش قد 5 ايش بقى عندي مختلفين او وحدهم بقت هاي 2 بقت هاي 3 زين هذول شو اسوي لهم 2 في 2 4 في 2 8 في 5 40. هاي بالنسبة للأرقام العادية ذولي بدنا ناتجهم 40. وهاي شنو هذا 3 والاثنين هذول جذر لا هذا طلعة واحدة إلى جذر وهذا طلعة واحدة إلى جذر. سهل ما ماخذي بالثاني الأول شو ما ماخذي أنا ماخذي 100% ماخذي بالتفصيل حتى ماخذين على العامل المنسب. فظلم أنتم ما ماخذين شلون تحللون الجذر لازم ماخذين هالشيء لازم ماخذين الجذر شلون يعني شلون اساني لازم احفظ كل الجذور ما يصير يا شلون تحفظ كل الجذور مو من المنطق. اكو جذور جاهزه نعم تحفظها مثلا جذر 4 2 جذر 9 3 جذر 16 4 اي بس مثلا جذر 8 ما له جذر تربيعي يعني قبل شو تقول 2 في 2 4 او تقول 4 في 4 16 شوف ما رجع 8 ف شنو يعني لازم تعرف تحلل وتطلع الجذور. شو تسوي كل 2 متشابهين تاخذ 1 اوكي اخذنا في 2 واللي تطلعهم مثل من المتشابهين تضربه بالبقيه في 2 4 في 2 8 في 5 40 وهذول جذر 2 في جذر 3 قد اكيد تقول جذر 6. ليش الجذور المختلفه ناتجهم يعني الجذر ينزل وحاصل ضرب الارقام مثلا جذر 3 في جذر 2 اللي هو نفس هذا 3 في 2 6 والجذر ينزل. اذا متشابهين الجذر يطير يعني شلون مثلا جذر 2 في جذر 2 يطلع لي 2 بدون جذر حلو يطلع 2 بدون جذر اذا متشابهين بس اذا مختلفين لا. طبعا هاي انت كفأت شوف حبيبي بس شو انا ما يشبه الكتاب الناتج بس انا اعتبرت نفس حالك ليش حتى ما تفكر بغير شيء لان انا هسه اقدر اضرب بالحاسب واطلع لك اياه ناتج بس انا ما اريدك هيك شيء تتكل على الحاسبه لا اريد اعلمك شلون تحلل وتطلع الناتج هيك شيء وزاريا مقبول 100%. طبعا هاي شنو متر على ثانيه ليش هو الفي يعني هو السرعه اللي هو سرعه وما يتحجم خاف واحد يقول هاي الفي حجم لا سرعه هاي يعني من عندي سرعه التسونامي التقريبيه اذا كان عقل مياه 1000 متر. هاي بالنسبه للمثال الاول اخذناه ان شاء الله نعمل المثال الثاني. اوكي طلاب هسه راح نجي على مثال 2 بسط الجمل العدديه التاليه باستعمال ترتيب العمليات على الاعداد الحقيقيه. شوف طلاب قبل ما نبدا نحل المثال نحتاج نراجع بعض الاشياء المهمه اللي حتى تمهد لنا الحل لهذا المثال. ماخذين انتم بالمراحل اللي راحت او بالثانوي المتوسط اخذتوا جذر A في جذر A
يساوي أي بدون جذر. طبعا احنا قبل شوي أنا حكيته شنو معناتها؟ معناتها بنقول جذر 2 في جذر 2 يساوي 2 بدون جذر. إذا كانت الجذور متشابهة يعطيك جذر. اكو سبب، شوف هو مو قصة اكو سبب، هو هاي خواص مال الجذور، بس احنا هسه اذا نيجي نطبق بصورة عامة بصورة طبيعية نيجي نقول الجذر ينزل. زين 2 في 2 ايش قد؟ 4. زين والجذر 4 ايش قد؟ 2. شفت؟ فيطلع الناتج 2. طبعا هذا الكلام هاي الخواص اما تخص الجذور التربيعية لا. طبعا اكو جذور ممكن ما ترهم حد جذر تكعيبي ما يرهم لهذا الحكي. يعني من نقول جذر تكعيبي لاثنين في جذر تكعيبي لاثنين ممنوع تقول 2 بدون جذر. ما يصير بابا. هاي الخواص تخص الجذور التربيعية، او حتى ندقق افضل تخص الجذور اللي دليلها زوجي. شنو يعني دليلها زوجي؟ دليلها 2، دليلها 4. اوكي، فهاي الجذور تخص اللي دليلها زوجي. انت ما لك علاقه بهاي الهوسه بابا. نشوف جذر تربيعي، في جذر تربيعي يطير جذر، بس حتى تعرف ليش يطير. لا الجذر التربيعي مال 4 2. ليش 2 2 في 2 4؟ لأننا مختلفين. جذر A في جذر B ما يروح جذر، ينزل الجذر ونضرب الA في الB. يعني شلون؟ يعني مثلا نقول جذر 3 في جذر 4، أو خلينا نقول 5. جذر 3 في جذر 5 الجذر ينزل و3 في 5 قد 15. زين؟ فهاي أشياء لازم تعرفها أنت. وبنفس الوقت لازم تعرف على أشياء. أكو جذور تنجذر مثل إيش؟ طبعا ما احنا عادين نقول إنه هواية. مثل جذر 4 2، جذر 9 3، جذر 16 4. طيب هذول ايش بيهن؟ شو نقول عليهن؟ هذول جذور مربعات كاملة، هذول ينجذرن. يعني حتى تحلل، انت تقدر تحلل، خاف تنسى مثلا. طبعا انا ما اعتمد على الحفظ ابد ما اخليك تحفظ جذر، تجي تحلله وطلع الناتج. ابسط شيء راح اجي اخذ 16 جذر 16. احنا ايش قلنا على جذر 16؟ يساوي 4. خشوف والله شلون 4؟ خلينا ناخذ الرقم اخر 16 اجي احلله على جذر، احلله على 2. شوف ليش؟ طبعا مو دائما ابدا على 2، حسب الآحاد مالتي زوجي ابدا على 2، فردي ابدا على 3. والتحليل حصرا يكون على الاعداد الاوليه. شنو هن الاعداد الاوليه؟ الاعداد اللي تقبل القسمه على نفسها وعلى الواحد فقط. الاعداد اللي تقبل القسمه على نفسها وعلى الواحد فقط. يعني ما يحتاج اوضح اكثر؟ لا خليني اوضح، مو مشكله. يعني مثل ايش؟ 2 3 5 7 11 13 17 1 23. شوف اي عدد من هذا الاعداد اللي ذكرتهم هسه، طبعا انه هواي لا ما لا نهايه طبعا. شوفوا اذا يقبل القسمه على غير الواحد ونفسه، فشو نقول عليه؟ هذا مو اولي. اذا هذين الاعداد اللي ذكرتهم اذا قبل القسمه على غير الواحد ونفسه فهذا مو اولي. لازم شو يكون؟ لازم شنو؟ يقبل القسمه على نفسه وعلى الواحد فقط، حتى شو نقول عليه؟ حتى نقول عليه اولي. يقبل القسمه على نفسه وعلى الواحد فقط ونقول عليه اولي. يعني هسه الثلاثه بنقسمها على نفسه 1، وبنقسمها على الواحد 3. تقبل القسمه على غير رقم؟ لا. السبعه نفس الوضع، اذا قسمها على نفسه 1 قسمها على الواحد 7. زين حي واحد يقول استاذ ليش مو 9؟ 9 مو اولي. ليش استاذ؟ 9 تقبل القسمه على نفسه وعلى الواحد وعلى 3. احنا شرط ان يكون العدد الاولي يقبل القسمه على نفسه وعلى الواحد فقط. تجي من تحلل بابا على احاد زوجي ابدا ب 2. 16 كم 2 8 على 2 بيها 4 على 2 بيها 2 على 2 بيها 1. صار كيفك شو تحلل سريع؟ 3 جاي قسم وارقام بسيطه، يعني مو لها درجه. شو تسوي ما حللت؟ تاخذ كل 2 تاخذ 1. انتبه، كل 2 ومتشابهين، مو كل 2 عاديين، لا متشابهين. كل 2 متشابهين تاخذ 1
واللي يبقى وحيدا خلي له جذر. على هاي العبارة هسه استفدنا عنها بالأمثلة الذهنية. شنو يبقى وحيدا خلي له جذر؟ هاي بالأمثلة الذهنية هسه أوضحها. هسه إن أكو شيء يبقى واحد، لا أضرب الاثنين بالاثنين ايش قد؟ 4. هذا إذا تربيع ما صحيح 4. واحد يقول ساعة عليه من هاي الهوس، خب أنا أقول 4 في 4 16. أنت أساسا ما تعرف 4. هو صحيح كلامك، الأربعة في 4 16، بس إذا أنت ما تعرف ايش قد شو تقول؟ تعزر؟ لا بس أنا ما قلت تفرق، قلت لك أنت تجي تحلل. هذا هو طريقة إيجاد قيمة الجذر، أي جذر تربيعي، وحتى التكعيبي هم بالتحليل. طريقة لإيجاد قيمة أي جذر تربيعي أو تكعيبي أو جذر رابع خامس. هاي شو نسميها؟ جذور ذنية. نسميها جذور جاهزة، يعني نجذرها لها قيمة معينة جاهزة. بس اكو جذور ما تنجذر، شو نسوي؟ نحلل. هسه راح نرجع مثال ذني. هاي الأساسيات اللي أعطيتكم إياها راح تستفادون من عندهن، ومن الحل هاي الأمثلة ما راح تعانون. انتبهوا يا زين. أول شيء بوع على الأقواس. انتبه زين، شوف الأقواس بيناتهم ضرب. الأقواس بيناتهم ما جاي يقول بيهن. الأقواس بيناتهم ضرب هنا. يعني شو اسوي؟ لازم اوزع الاول، اوزع على الاول والاول على الثاني، والثاني على الاول والثاني على الثاني. طبعا شيء اكيد بنوزع قبل شو اسوي؟ لازم الاشارات، اضرب الاشارات شوفها عليه. وقبل الاشارات انتبه عليها، نذنش بيه. هو شيء يعني السؤال، انتبه شيء عندك بسط. طبعا هاي العباره او هاي الكلمه بالذات نشوفها تقول هاي شو بسط، يعني بحيث الجذر يوصل لاخر شيء. يعني بحيث شلون مثلا يقول يوصل جذر 3 جذر 2 جذر 5. ما يقدر حتى تحلله ما يطلع ناتج الا بالحاسبه لا يطلع. فهذا يقصد هاي العباره، هاي الكلمه يقصد بها بسط، يعني توصل لاخر حد، لاخر شيء. زي ثاني اذا 12 يتحلل طبعا يتحلل، مو ينجذر. انتبه يتحلل يعني حتى تروح تبسطه. يعني مو تقول جذر 12 جذر 3 او تقول جذر 6، لا. اذا 6 في 6 36، واذا 3 في 3 9. فشو تسوي؟ تروح تاخذ ال 12 على صفحه، ناخذها. طبعا الحلقه يكون هالشكل. زين. ال 12 على قد احللها على 2 قد بيها 6 على 2 قد بيها 3. هسه شو احلل؟ هاي قد بعد ما اخذ الرقم 3 هو نفسه. انتبه زين. هنا كل 2 متشابهين ناخذ 1. انتبه كل 2 متشابهين ناخذ 1، واللي يبقى واحد قبل شويه قلتها يبقى واحدا نخليه له جذر. ايش اسوي؟ هسه راح نضرب الاثنين بالثلاثه. احلى شيء هنا الذكاء مالكم راح يشتغل. شو تقول؟ جذر 6. لا بابا شو جذر 6؟ هذا عدد صحيح او عدد حقيقي، الافضل يقول صحيح. هذا شبيه؟ هذا بجذر ما يصير ينضرب مباشره وياه. يعني مو تقول الاثنين ضربها بالثلاثه، باوع على عجزه شنو معامله؟ 1 تضرب هذا بالمعامل شو يصير؟ تحت قوس. هذا شنو تحليل؟ هذا التحليل شنو؟ هذا التحليل جذر 12 عشان يصير 2 جذر 3. ضربت 2 بالواحد، مو بالثلاثه. الثلاثه داخل الجذر مو برا، الثلاثه داخل الجذر. ناقص جذر 18 هم نفس الحاله راح احلله. على شنو احلله؟ على 2 قد بي زين. ليش على 2؟ ملاحظ زوجي الاحاد 8 زوجي 18 كم 2 9. زين 9 هم على 2 لا اعبر على 3 3 1. كل 2 متشابهين. انتبه شوف يعني ضروري متشابه. طبعا شوف ضروري ليش ما اخذت 2 و3 مختلفين؟ كل 2 متشابهين ناخذ 1، واللي يبقى واحد نخلي له جذر. لا بالعكس احسن. شو حيصير؟ 3 جذر 2. يعني هذا معامل وين؟ 1 هنا تضرب 3 جذر 2.
سد القوس، افتح قوس، القوس الثاني طلاب ترى نفس الشيء، الرقم ما جاي احلل هو نفس الشيء، بس الاشاره شنو هنا سالب هنا شنو موجب، فاجي افتح القوس الثاني نفسه انزل، ايش قد حلل الجذر 12؟ 2 جذر 3، وايش قد حلل الجذر 18؟ 3 جذر 2. زين وراها شو اسوي؟ وراها كذا نوزع، شوف هذا ما سويته، نوزع، راح نجي نوزع الاول على الاول، اول على الثاني، ثاني على الاول، ثاني على الثاني. طبعا بالنسبه للتوزيع هو سهل ما بيشي، بس الاخطاء اللي تصير عند الطلاب بالاشارات. شوف اتبع عليها زين، هنا ايش عندك؟ اول شيء راح توزع 2 جذر 3، اتبع بقى، شوف راح اوزع 2 جذر 3 بيبقى هنا في طبعا في 2 جذر 3، بس اول شيء شو نسوي؟ نضرب المعاملات، قبلها بس تضرب لي الاشارات، شنو اشارتهم؟ موجب، اكو اشاره واحد موجب، يعني موجب في الموجب موجب، لا طبعا يساوي، لا ما نخليه يساوي، موجب في الموجب موجب ما نخليها هاي، اعبر نضرب المعاملات، 2 في 2 4، جذر 3 في جذر 3، مو تنزلها 3 بصفها، بس بعض الاخطاء اللي تصير عند الطلاب، حتى هاي بعدين انت نفسك قاعد تشوفها، تكتب لي 43، شنو 43 شنو؟ لا ما انت من ضربت 2 جذر 3 في 2 جذر 3، انتبه زين، هاي خليها قاعده لك، شيء ملاحظه صغيره، المعاملات منضربا هسه اسمها واحد بواحد مو مشكله، بس اهم شيء اثنين وفوق، 2 في 2 4، ورا متى تضرب جذر جذر افتح قوس، شو بتفتح قوس اذا كانوا متشابهين مو مختلفين، تفتح القوس هذا اذا كانوا متشابهين، لقيت جذر 3 في جذر 3، لقيت 3 بجذر، صار ليش تفتح قوس؟ حتى ينضربون، حتى هاي الاربعه تضرب ب 3 تنضرب، مو تنزلها بصفها، نزل اياها بصفها شنو؟ 43 بس. هاي الاخطاء اللي وقع بها الطالب، حتى تعرفون خطأكم. زين شو اسوي؟ افتح قوس قدنا وننزل 3، هذا شنو الحكي هذا الاول بالاول، ضربنا الاول في الاول، هسه الاول في الثاني، قبل ما نضرب نرجع على الاشارات، خطوه واحده صغيره، هاي موجب هنا مال هذا العدد، وهذا موجب، لقيت موجب في موجب قبل شوي اخذناها موجب، هسه نرجع على المعامله، 2 في 3 6، 2 في 3، 2 في 3 6، جذر 3 في جذر 2، اذا ايش فيه جذور طلاب؟ مو تفتح لي قوسين، لا هنا جذور مختلفه، قلنا ايش قلت قبل شويه؟ قلت اذا جذور متشابهه، جذور مختلفه، جذور مختلفه، طبعا هاي جذر 6، انتبه زين، جذر 3 في جذر 2 صار جذر 6، هو انت تضرب الارقام اللي داخل الجذر وينزل الجذر ما يروح، الجذور مختلفه، اوكي؟ زين هسه شنو انا وزع الاول على الاول وعلى الثاني، هاي شنو الاول على الاول وعلى الثاني، هسه الثاني على الاول وعلى الثاني، انتبه زين، الثاني ايش فيه؟ الثاني سالب في الموجب سالب، اول ما بنت في الاشارات، سالب بالموجب سالب، 3 في 2 6، هسه شنو؟ جذر 2 في جذر 3، طيب جاي اوزع هذا الثاني على الاول، صار في الموجب سالب، 3 في 2 6، جذر 2 في جذر 3 جذر 6، مختلفين، سالب في الموجب، هسه شنو الثاني بالثاني، ثاني بالثاني، سالب في الموجب سالب، 3 في 3 9، وافتح قوس، ليش؟ لأن حضر جذر 2 في جذر 2، شوف طبعا انا ما افتح قوس، انا وسط قلنا بس بالهذا، بس بالجذور متشابه، تنزل 2 يساوي، طبعا بسط، سويت انا عيد، سالب في الموجب سالب، 3 في 3 9، جذر 2 في جذر 2 نفتح قوس ونخلي الاثنين، اوكي؟
هسه راح نجي نبسط بعد اكثر. 4 في 3 12 ضرب عادي. زين هذا وهذا ايش بيهم ذولي؟ هذول ايش بيهم بس عليهم ايش بيهم؟ متشابهين نفس الشيء بس الاختلاف بالاشاره. يروح صفر. شو قاعد سالب ينزل 9 في 2 18 12 ناقص 18 بنقول ما يصير اصل ثالث باب صارت. تقول اشارات مختلفه اخر اشاره الكبير واطرح من الكبير 18 شنو اشارته سالبه تنزل وننزل الناتج قد 6 اطرح ناخذ اشاره الكبير ونطرح 18 ناقص 12 قد 6. هاي بالنسبه للنقطه الاولى من المثال الثاني. زين المثال الثالث طلاب طبعا المثال العفوا النقطه الثانيه هذا مثال شوفوا عليه هذا سهل بس اكو ملاحظه صغيره بنهايه الحل. هاي الملاحظه طبعا هذا المثال اكو فيه مشكله انا احس يعني هيك انه ما يصير ينطونا هسه. ليش؟ لان اكو موضوع او جزء من الموضوع انتم تاخذوه بالثانوي متوسط العفو بالفصل الثاني تاخذون هذا الجزء من الموضوع بالفصل الثاني تاخذوه اسمه المعكوس. هذا المعكوس من تاخذوه تفهمون هذا المثال بشكل افضل. فانا شو راح اسوي؟ هذا المثال ما راح اعوفه مو راح اشرحه لا راح اشرحه من نوصل هذا الموضوع بالفصل الثاني. لان انا صدقني اي مثال اي مدرس راح يشرحه راح يعطيك اختصار شو يقول لك اختصار هذا وياها يطلع -1 هو الناتج مالته بالاخير -1 بس ما يصير مو منطق. واذا يضطر يشرح الموضوع زين هذا الموضوع وين صاير؟ بالفصل الثاني. فطلابنا الاعزاء احنا هنا تنتهي محاضرتنا ان شاء الله. على المحاضره الجايه نكمل بقيه الامثله المتعلقه بموضوع ترتيب العمليات في الاعداد الحقيقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.